بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة 2023 و2024، أهلا بكم في المحاضرة الأولى لمادة الفيزياء الفصل الأول. الناس اللي هي لسه ما بدأتش يا ريت تتابعني ونشوف مع بعض هنشرح إزاي ونتواصل إزاي مع بعض وناخد الدرس الأولاني. نحاول قدر الإمكان بشرح مبسط في فيديو مدته ما تتعداش 10 دقايق، إن شاء الله نكون موفقين. أول حاجة الفصل الأول أنت هتدرس معايا النهاردة اللي هي التيارية الكهربية. يعني إيه تيارية ويعني إيه كهربية؟ نبص للكلمة الأولانية كلمة الكهربية، الكلمة الثانية الكلمة الثانية الكهربية دي الأقرب إلى مفهومك إن أنت شفتها، لما التيارية دي غريبة عليك شوية. ناخد المقطع الثاني اللي هو الكهربية. الكهربية دي يعني إيه؟ اعرف إن الكهربية تعني شحنات، يبقى كهرباء يعني شحنات. طب من هي الشحنات؟ والله الشحنات دي تحتمل أكتر من إجابة. الشحنة هي قد تكون الشحنات إلكترونات، ودي أقرب حاجة ليك ودي الرمز بتاعها. يبقى الشحنات يا إما إلكترونات يا إما بروتونات موجبة وتكون دي داخل النواة، أما الإلكترونات السالبة بتكون خارج النواة وتكون في المستويات وسهل إن احنا نحصل عليها، لكن البروتونات بتكون محبوسة داخل النواة وما بنقدرش نحصل عليها بسهولة إلا من خلال الطاقة النووية وعلم تاني خالص احنا مش بصدد ليه. لكن أنا عندي الإلكترونات اللي هي الإلكترونات السالبة اللي هي موجودة في المستويات الخارجية، ودي درستها في الكيمياء السنة اللي فاتت في الصف الثاني الثانوي. يبقى بروتونات إلكترونات. إيه تاني؟ هيكون حاجة تانية اسمها الأيونات، وقد تكون أيونات موجبة وقد تكون أيونات سالبة. طب من هو الأيون الموجب؟ اتعلمت برضو في أولى إعدادي وتانية إعدادي وأولى ثانوي وتانية ثانوي إن الأيون الموجب هو الذرة اللي بتفقد إلكترونات وبتكون ذرة فلزية، تفقد إلكترون أو 2 أو 3 فتتحول إلى أيون موجب. واما الايون السالب هيبقى العكس، ذره بتحاول تكتسب الكترونات يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3 وبتكون ذره لا فلزيه زي ما اتعلمنا في الجدول الدوري السنه اللي فاتت. طب الايونات دي لو حبت تمشي هتمشي فين؟ اعرف انها تمشي في السوائل، يعني محاليل الكتروليتيه. يبقى النوع الثالث من الشحنات شحنات اللي هي الايونات، قد تكون ايونات موجبه او ايونات سالبه. زي مين؟ زي الذره لما تفقد الكترون او تكتسب الكترون. طب من الالكترونات والبروتونات خلاص عرفناها، لكن برضو ممكن تسال هي هتمشي فين؟ هو ده موضوعنا النهارده، هتمشي فين دي، سواء الكترونات او نشوف الشحنات الموجبه. تعال نروح للنوع الثاني الرابع اللي هو حاجه اسمها بلازما. دي نوع من الشحنات اللي هي الحالة المتأينة للمادة. يعني مثلا اخد غاز، يعني لو عايز تعرف بقى يعني ايه بلازما، خد غاز أينه. لو غينا الغاز تحت درجات حرارة عالية جدا بيتأين إلى شحنات أيونات موجبة وشحنات سالبة. المادة لما بتتأين بتسميها بلازما اللي هي مين؟ اللي هي الغاز. طيب تعالى كده تقريبا احنا عرفنا يعني ايه كلمة كهربية. طب نروح لكلمة بقى التيارية. عشان نعمل تيارية جاية من كلمة طيار. طيار يعني تعني كلمة حركة. حركة لمين؟ للشحنات اللي انت عرفتها. يعني تيارية طيار يعني حركة للشحنات اللي هي مين؟ اللي انت شايفهم اللي فوق دول. يعني انت هتنجح في انك تحرك الالكترونات يبقى انت عملت تيار كهربي. حركة البروتونات وده هيبقى صعب وهنستثني موضوع البروتونات ده شوية، يبقى انا عيني على الالكترونات. طب الايونات دي حركة الايونات داخل المحاليل الالكتروليتية واحنا مش بصدد دراستها، لكن انت هتدرسها في الكيمياء ان شاء الله في الفصل احد فصول الكيمياء اللي انت هتدرسها السنة دي في الكيمياء الكهربية. اما البلازما ما احناش بصدد دراستها، يبقى احنا عيني كله على الالكترون. يا ترى انت هتعمل تيارية من انهي شحنة؟ من الالكترونات. طيب الالكترونات هتمشي فين؟ هل هتمشي في الجو؟ هتمشي في الطريق العام؟ لا، ده اكيد هتمشي في اماكن معينه. حد قال لي وسمعته وبيقول لي ده هتمشي في الاسلاك. بالظبط. تعالى نتكلم عن الاسلاك اللي مجازا كده هنسميها موصلات. طب الاسلاك اللي هي الموصلات دي
عايزين نعرف ايه اللي جواها، هنخلي الالكترون يمشي عشان نعمل تياريه كهربيه. نشوف كده. بص يا سيدي، تعالى انا وانت نتخيل عندي سلك، قطعه من سلك اهي، حته سلك طوله وليكن اي بي رمز يعني، وبعدين ناخد السلك ده ونحطه تحت الميكروسكوب ونحاول نكبر حجم السلك ده، نيجي مكبرونه ومخليينه بهذا الشكل اهو. ماشي. لو كبرنا السلك بهذا الشكل وبدأنا ندخل داخل السلك ده سلك برضو اسمه اي بي بعد التكبير، يعني كبرت تكبير. هنلاحظ ايه اللي داخل السلك؟ هنلاحظ ان ذرات السلك منظمة ومرصوصة رصا منتظما بهذا الشكل اهو، بالشكل ده. يبقى ادي ذرات الفلز اللي عندي اللي مصنوع منه السلك بتاعي، سواء من النحاس او الالومنيوم او الرصاص او الى اخره، اي معدن. طيب دي ايه؟ عبارة عن ذرات فيها ايه؟ انوية. ادي النواة. طيب وهو السلك ده اللي مليان ذرات مش المفروض فيه الكترونات؟ قال لي هناك نوعين من الالكترونات. قال لك الذرات ده اهي عندها الكترونات بتسميها داخليه، اللي هي في المستويات الداخليه باتجاه النواه او ناحيه النواه، ودي ملناش دعوه بيها، مش هنعرف نتصرف معاها ولا نخرجها. والكترونات تانية، نوع تاني من الالكترونات بسميها الكترونات خارجيه، اللي هي الكترونات بسميها التكافؤ، الكترونات التكافؤ. طب الكترونات التكافؤ ديت نعرف نتصرف معاها؟ بالفعل نعرف نتصرف معاها. لو ادينا للذره اي قدر من الطاقه، من السهل انها تهرب من جزء من الالكترونات ديت وتتأيد، سواء ايون موجب 1 أو 2 أو 3. ومن السهل برضه ان احنا نعمل ميل الكتروني وتكتسب الكترونات من بره وتبقى تحول لايون سالب. اذا هنقدر نتعامل مع الالكترونات الخارجيه زي ما درست السنه السابقه. طب الالكترونات الخارجيه دي اللي موجوده في المعدن يا ترى بتكون فين؟ خلي بالك بقى، الالكترونات ده اللي موجوده في المستوى الخارجي بتترك المستويات الخارجيه وتنزل تمشي وتتحرك داخل الفراغات بين الذرات اهي. معنى كده ان كل ذره مستغنيه عن الالكترونات الخارجيه بتاعتها وداخله ما بين الذرات، وبالتالي هنشعر ان الذرات ده اهي، الذرات دي عبارة عن مراكب أو سفن بتعوم على فيض من الإلكترونات. يعني الإلكترونات يبقى عددها أكبر بكتير من الذرات، يعني كأنك ماشي الذرات بتعوم بالشكل ده، ذرات على فيض من الإلكترونات، عدد هائل من الإلكترونات. مش كده وبس، يبقى ده أول ملحوظة. شكل الذرات وهي عايمة على الإلكترونات، الذرة نفسها تتحول وكأنه أيون موجب، تتحول إلى أيون موجب، وكأن الإلكترونات أصبحت سالب، وبالتالي تتكون رابطة اسمها رابطة فلزية. يبقى كده أنا عرفت منشأ الرابطة الفلزية من داخل الموصل اللي المفروض هحرك فيه الإلكترونات. الله، معنى كده إن حتة السلك دي اللي هي AB ما هي إلا ذرات عايمة داخل فيض وسيل من الإلكترونات الحرة. فيض الإلكترونات الحرة اللي موجود مع الشحنات الموجبة ده بتعمل لي رابطة اسمها الرابطة الفلزية، اللي بتخلي المادة الفلزية قوية تديها رابطة قوية، والصلابة بتاعتها بتكون عالية جدا في الفلزات. طيب ايه علاقته بالتيارية الكهربية؟ قال لي بقى يا سيدي ان الالكترونات ديت لو احنا نجحنا ان نخليها تمشي في هذا الاتجاه او هذا الاتجاه، يبقى احنا عملنا تيار كهربي. يبقى انت هتدخل على مفهوم جديد اسمه ايه بقى؟ التيار الكهربي. ماشي. هتعمل ايه بالتيار الكهربي؟ هبدأ احرك الالكترونات الحرة اللي داخل السلك. يعني لو اتحركت هتعمل تيار. ايوه، يبقى انت كده نجحت في انك تعمل تيارية كهربية بالالكترونات. بالظبط، هو ده اللي هيحصل. يبقى انت هتنجح انك تعمل تيار كهربي بواسطة حركة الالكترونات داخل السلك. هنا نقف شوية بقى. انت خلاص نجحت في انك تعمل تيار كهربي من السلك ده اهو وتمشيه في اي اتجاه، هفترض ان هو ده الاتجاه ده. خلاص عملنا تيار كهربي بطريقة ما. تمام؟
حلو جدا. بس احنا كده بقى وصلنا الى حاجة اسمها الشحنة الكهربية اللي المفروض هنحركها في صورة الكترونات داخل السلك. خلصت؟